بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحه وعافيه ان شاء الله. يلا بينا النهارده نخش على غدا جامد وجديد، وحاجه كده بسيطه كده وايه، وبعيد بقى عن المسبكات والمحمرات والمشمرات والكلام الايه اللي انتوا فاهمينه ده. يلا بينا نخش النهارده نشوف هنعمل ايه. بصي يا ست الكل، انا بصي عملت الخميره. بصوا بقى الخميره هنا، بصوا عملت ازاي، شايفين؟ بصوا الجمال. بصوا من الارتفاع بتاعها، بصوا ميلت على هنا وحطيتها في طبق. قلت عملت حسابي ان ممكن تفور، فقلت لا، تفور في الطبق احسن. بصوا المنظر، بصوا دي، ده كده بيثبت لك ان الخميره زي الفل، ما فيهاش اي حاجه خلاص. معلقتين سكر من هما، مش دول، لا، معلقتين سكر منهم بتوع الاكل، دوبتهم في نص كوبايه ميه. حطيت باكت الخميره اللي هو ده، استنى اوريهولكم، ده باكت الخميره ده. خلاص، عملته هنا ودوبتها على جنب وخليتها، وقلت عبال ما احضر انا ايه اموري. خلاص، ده كده زي الفل وزي العسل. يلا بينا بقى هنشوف هنا هنعمل ايه. خلاص، هنا هنجيب الدقيق، كيلو دقيق هنا، هنحط عليه حبه ملح كده بين ايدينا. خلاص، وبعدين هنحط شويه زيت، زي نص كوبايه زيت بس. والميه بتاعتنا عاديه من الحنفيه، لانها كده كده هي نازله اصلا دافيه. وعلى فكره الميه بتاعت الخميره دي مش ميه سخنه، مش دافيه، يعني ميه الحنفيه برضو. ويلا بينا بقى ايه، نعجن مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه الله. بس نعجن كده ونقول بسم الله، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه الله. حط، عايزه شويه ميه. ده كيلو دقيق يا جماعه. وبعدين هوريكم كمان حاجه تانية عايزه اقول لكم كمان عليها. انا عامله دقيق كده لوحده، وعامله عيش بالرده لوحده، فانا هعمل العجنه دي قدام منكم واسيبها هتخمر لوحدها، وارجع تاني. انا ما رضيتش اعجن الاتنين مع بعض قصاد منكم عشان إيه ما تتلخبطوش، لا، كل حاجه لوحدها عشان تفهموا. خلاص يا حبايبي، تمام تمام يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى كده ايه الخميره بتاعتنا اهي، اللي زي السكر دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى كل اللي فيها بقى، احنا عايزينها حلوه بقى. خلاص، نشيل المعلقه الصغيره دي، نحط اللي في الطبق كله، مترميش اي حاجه خالص من الخميره بالزيت. بس نعجن بقى كله. بس بقى هنفضل نعجن كده فيها لحد ما نلاقيها ايه، نعمت وفصلت عن الكروانه. ساعتها بس تعرفي ان هي ايه، خلاص كده نعمت معاكي، والعجين كده معاكي كده في استكفت. حتى لما تلاقيها فصلت من ايدك تعرفي كده ان العجينه كده خلاص التمام بتاعها ده. خلاص، بصوا انا كده فضلت اعجن معاها لحد ما عايزاها بس تفك ايه التلزيقه دي. عشان نفك التلزيقه دي نعمل ايه، نجيب كده حبه زيت في ايدينا، حبه صغيره، معلقتين زيت مش اكتر، مع كده اهو بين ايدي بس كده اهي. بصوا هتفصل معايا اهي العجينه، انا بقى ده اللي انا عايزاه. خلاص، ونفضل بقى يا ست الكل ندي 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 وما نرحمهاش بقى. بصي اهو، خدي بقى كده ايه الجوانب، هتلاقي معاكي الكروانه نضفت، تعرفي ان هو كده ايه العجن كده خلاص عجلنا ونعمت وبقت زي الفل وفصلت بعيد عن الكروانه. ندي بقى كده شويه. بصي ايدي بدات ايه اهي، بدات تفصل منها. بصوا النعومه بقى، بصوا النعومه يا جماعه، بصوا العسل، اللهم صل على النبي. بصوا الجمال، شايفين؟ قربي يا يارا شويه الكاميرا. بصوا النعومه، تحس ان هي ايه، بقت ناعمه كده وجميله.
اهي برضو حبه زيت كده، لا لحسه بسيطه اهي. بس اهي بصوا بصوا ايدي اهو، شايفين الجمال؟ بس اهي خلاص كده، هي كده تمام وزي العسل، وفاصله بعيد عن ايدي بحبه الزيت اللي احنا ايه حطيناه. بصوا بقى الجمال. بس هنجيب حاجه تانية نحطها فيها عشان تخمر، ودي هنستعملها تاني دلوقتي، هتشوفوا ازاي. بص هنجيب بقى كده ايه بوله كده صغيره عشان هنقل العجين ده من هنا احطه هنا. بس قبل ما اعمل كده احط بس نقطه زيت، امسحها كده ايه بنقطه زيت بس كده. بس واخد بقى ايه العجين اهو. بصوا بقى عامل سايحه ونايحه يا ولاد جميله. بصوا ملبن والله العظيم ملبن. بصوا الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بصوا الجمال اهي بقت زي العسل. خلاص هنحطوها هنا كده خلاص. وبعدين هنجيب كده رشه زيت بسيطه جدا برضو، معلقه صغننه كده، علشان لما تخمر بس ما تلزقليش في الاسترتش بتاعها. خلاص بس كده ممكن دي كده على جنب، ودي نحطها ايه في استرتش، ونحطها كده في الاسترتش ده كده خلاص. ايه ونأكل كده عشان الهواء. تقعد بقى كده ودفيها كده في مكان ايه، هي اصلا الدنيا حر عامه يعني، تحطيها كده في مكان هتلاقي ان شاء الله باذن الله كل ده كده رفع كده وبقى زي العسل. بصوا بقى صلوا على الرسول، قولوا عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بصوا بقى دي العجنه الثانيه خلاص تمام. طبعا انتوا فاكرين انا هجيب لكم دلوقتي بس العجنه الاولى عشان ايه ابقى. بصوا انا هنا عملت ايه العجنه اللي احنا عملناها اول مره، وطبعا ايه غلفناها وهي بادئه تخمر، شايفين الجمال؟ بس هنسيبها ونيجي الجيه ركزوا بقى فيها. خلاص هنعمل ايه برضو كيلو دقيق. بصوا بقى صلوا على النبي كده. انا ان شاء الله باذن الله العجنه دي اقسم بالله انا ما جربتها لوحدي، فانا هعمل ايه هجربها معاكم. نجحنا هننجح مع بعض، فشلنا هنفشل مع بعض. خلاص بس كده. طبعا عملت خميره كالعاده والمعتاد. بصوا المنظر بقى اهو. طبعا انا سابق قبل كده ووريتها لكم. عملت تاني برضو، عملت معلقتين سكر، باكل باكت الخميره دورتها وقلبتها وسبتها على جنب بميه الحنفيه برضو، ما سخنتلهاش ميه خلاص، وسبتها على جنب ارتفعت بالطريقه دي. خلاص احنا هنا بقى هنيجي ايه هنجيب كيلو دقيق عليه رده. عارفين الرده طبعا اهي. بصوا استنوا الرده دي شايفينها؟ بصوا عامله ازاي ناعمه وزي الفل. انا هعمل ايه بقى؟ ده كيلو دقيق هتحط عليه نص رده الا شويه، انا عايزه احط عليه رده. وزي ما قلت لكم يا جماعه نجح الموضوع، نجح قدام منكم، فشل ودوخني برضو فشل قدام منكم للمصداقيه والامانه. كده انا خدت من نص كيلو الرده، سبت دول بس ابطط بيهم بس، ولا ناخد كمان حبه؟ ناخده كمان حبه صح، بس عشان اعرف بس ابطط اهو. اخدت ايه يبقى النص كيلو الرده اخدت منهم الحبه دول بس، يعني اخدت منهم حبه، سبت دول بس ايه ابطط بيهم. خلاص هنا نعمل ايه بقى؟ نقلب كده كل الكلام الجميل ده، دقيق على الرده، عشان انا هنا عايزه اعمل ايه بقى ان شاء الله ان شاء الله كده عيش بالرده. تمام تمام. هنحط ايه هنا بقى؟ قولوا لي نحط ايه. يلا بينا. خميرة. ايه الخميرة. برافو عليكي. حاجه تانية ما حطيناهاش، قلبنا اهو كله مع بعض. هنحط ايه تاني؟ الزيت. لا الملح. ايوه كده. انتي مش مذاكره ولا ايه؟ يلا بينا. هنحط شويه الملح بتوعنا اهو، حبه كده بين ايدينا كده حلوين كده. ونعمل ايه؟ ناخد بقى ايه الخميره القمر دي المنفعله دي، نحطها هنا كده كلها بس، ننزلها كده كلها كده بصوابعنا. يلا اهو بس اخدنا كده كلها.
هنجيب ميه عاديه من الحنفيه برضو وايه ونعجن بيها. احنا في ايام حر جامده والحراره شديده، فاحنا يعني مش مستاهل ان احنا ايه نسخن ميه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه الله. نعجن كده بقى يا جماعه ونشوف النتيجه مع بعض. بس احنا عايزه اعمل عيش بالرده، اخدتوا بالكم انتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا معين يا الله. حط شويه ميه كمان. حطي كده الميه حبه بحبه. لما تعوزي تحطي لما تعوزي ميه تحطي، احسن ما تحطي كميه ميه كتير مره واحده وتلاقي نفسك عايزه تلميها ما انتش عارفه، يعني مثلا الدقيق منك خلاص هتحتاجي طبعا ايه دقيق. فاحنا لا، بدل ما نحط نفسنا في حته زي دي يعني نحط حبه حبه، لما نعوز ميه هناخد. بصوا واخدين بالكم بقى وانا بعجن هنا هي فاصله من ايدي ازاي؟ بصوا المنظر اهو، عشان انا حاطه رده. ندور هنا. ادعوا لي يا جماعه والله العظيم تطلع حلوه، عشان انا والله العظيم ما جربتها بيني وبين نفسي، بالعكس انا قلت اجربها معاكم. الموضوع نجح يبقى قصاد منكم، فشل يبقى برضو قصاد منكم برضو. انا ما هنش عليا اعمل اجرب حاجه لوحدي، قلت والله انا مجرباها معاكم. انا لحد دلوقتي ما قلتلكمش انا عامله العجنتين دول ليه. انا عامله العجنتين دول عشان خاطر ايه؟ عندي فريق من الاولاد طالب مني عيش باللحمه بس بالرده، وفريق تاني عايز عيش باللحمه يكون عادي، دقيق عادي، يعني عيش عادي اللي هو ايه الدقيق الابيض. خلاص، بس عشان احنا هم في عايزين حق كده دقيق بالبتاع ده عيش بالرده، فانا قلت خلاص اعجن عجنتين، واحده كده وواحده كده. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر اهو، بصوا ايدي عامله ازاي مش ملزقه زي العجين الابيض. لما جينا عجناه العجنه الاولانيه كان ملزق وفصل بالزيت، فاكرين؟ نعمناها بالزيت عشان هنا ايه في رده. حاساها تنفع. ايه؟ حاساها تنفع. قولي يا رب، قولي يا رب، قولي يا رب. هي تجربه، انا ما هنش عليا اعملها من غيرهم بصراحه، بس انا قلت اجرب قصاد منهم علشان اللي عايزه تخش تجرب يبقى تشوف انا عملت ايه بالظبط. على فكره يا جماعه انا مش همنتج حاجه، انا هسيب لكم الفيديو كله كامل متكامل، مش هقص منه حاجه، يعني انا حتى لو عايزه اعدل حاجه مش هعدل والله من غيركم. خلاص، عشان انا قلت لكم والله للامانه والمصداقيه اللي بيني وبينكم عشان تعرفوا انا عملت ايه. ان شاء الله كده باذن الله ربنا دايما يحسن دايما ما بين ايدينا وما يضيعش تعب حد يا رب. قولوا امين. زيت؟ ايه؟ مش هتحطي زيت؟ لا مش هحط زيت، عشان انتوا عايزين هنا ايه. على فكره بصوا هي مش عايزه بتاع ده. بصوا الجمال يا ولاد، احي على الجمال. الله يا الله، بصوا الجمال، بصوا ايدي، بصوا ايدي عامله ازاي، شايفين العسل؟ اللهم صل على النبي. هي اصلا بصوا مش محتاجه حاجه ومش ملزقه في ايدي، هي جميله اصلا، تحس ان هي فاصله اصلا من ايدك. عايزه اقول لك والله العظيم يعني بصوا انا هكمل معاكم للنهايه بس الاول، وبعد كده هقول لكم بقى تجربوا وتعملي عيش في البيت كده وتجربيها وتقولي لي رايك انت فيها ايه. ما تنسيش ان احنا حاطين كيلو دقيق، انا مش هحط ميه، خلي بالكم. ما تنسيش ان احنا جايبين كيلو دقيق عليه نص رده، بس خدوا بالكم عشان ما تنسوش انا مش حاطه الرده كلها، تاني مره بتكلم فيها. انا جايبه احط نص الرده، حشت منها الحبه دول عشان ابطط بيهم. ماشي يا امارات؟ حطي اللايك يا حلوه بقى كده يا ست الكل، يا ست البنات، حطي لي اللايك، ولو وصلتي لحد هنا صلي على الرسول وحطي لي اللايك واعملي شير للفيديو
عشان يوصل لكم ان شاء الله باذن الله كله جديد. شايفين ايديا يا ولاد؟ يعملوا سبسكرايب عشان يوصل لهم كل اه جديد. يعملوا بقى سبسكرايب كده زي ما يار قالت لكم، اوعوا تنسوا. ها يلا سبسكرايب يا ولاد. اللي مش عارفين سبسكرايب يا ولاد اهو، امهاتنا العزاز علينا يا رب كده يخليهم لنا. اشتراك يا ماما، دوسي على القناه في حته انضمام كده، في عندك تحت كده هتلاقي كلمه انضمام، دوسي عليها، هو ده الاشتراك يا حبيبتي. ربنا ما يحرمني من وجودكم ابدا ابدا ابدا. قولوا امين اللهم امين. ايه رايكم؟ اديني عجنت معاكم. بصوا يعني ثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه، وعلى فكره مش هعمل مونتاج ومش همنتج ومش هشيل حاجه، كل حاجه قدام عينيكم. عايزه اقول لكم بصوا العجينه عامله ازاي. حطينا زيت عشان خاطر ايه؟ لا احط بيطر. زيت. هحط زيت؟ انت عايزه احط زيت ايه؟ لحسه يعني كده مش الزيت بيطر العيش. ايوه بيطريها، بس ما هي مش محتاجه زيت. ايه؟ لا اما حط لها زيت يا ماما. لا اله الا الله يا بنتي، ما هي ناعمه اهي وحلوه اهي. لا عشان وانت بتقطمي العيش ما يبقاش العيش ناشف. حط لها زيت، بس حط لها زيت. قولوا لا حول ولا قوه الا بالله. نحط اهي حبه زيت على رغبه يارا، ولو العجينه فيها حاجه يارا اللي مسؤوله، ماشي؟ عشان تبقوا عارفين. مسؤولة انا نعملي وانا اللي عجنتها. اهو اهو. ايه بقى اعمل انا ايه دلوقتي؟ خلاص حطي. استغفر الله العظيم. بصوا يا ولاد اهو. يومي يعني هي معلقه زيت يعني هي هتخسر حاجه؟ طيب ماشي، ادينا حاطين اهو اهو معلقه زيت على رغبه يارا. لو وما حصل تلاقيها طرت معاكي. طب يا اختي اهو حطينا معلقه زيت ولمينا بيها العجينه اهو، هي اصلا ملمومه يا بنتي والله. خلاص، بس تحسيها ان هي ايه، قاسيه شويه يا جماعه، مش اللي هي ايه. ايوه ما انا بقى احنا بقى عايزينها ناعمه بقى، مش تبقى قاسيه يعني. لا هي تحسيها ان هي ناشفه. اه ايوه طريها بقى بالزيت اهو. هي تحسيها ان هي ايه، ناشفه شويه كده. اما هي النشفات ده بقى هيخلي العيش معاكي يحجر. يحجر ازاي يعني؟ ايوه يعني تحسي ان اللقمه معاكي محجره مش طريه. بجد؟ والله. فحط لها زيت. انت متاكده؟ اهو ان شاء الله. طيب كمان اهو يا اولاد معلقه. حطي شويه كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. اهو معلقه كمان اهي اهي. يلا خشوا قولوا لها حاجه بالله عليكم. يلا تصدقي بالطياره صح؟ عيب عليكي والله العظيم عيب عليكي. عايزه اقول لكم ان هي يعني ايه، هي فكت القسوه بتاعتها شويه، ما عندهاش مشاعر. لا يا ولاد عندها مشاعر والله، بس هي يعني تحسي ان ايه، اللقمه معاكي العجينه معاكي ناشفه، لما حطيتي الزيت حسيتي ان هي طرت معاكي. لا لانت شويه. خلاص اهي. بصوا بقى بقت لينه جميله وزي الفل. خلاص نعمل ايه بقى؟ اللهم صل على النبي. نحطها كده ونغطيها ونسيبها بقى ايه تخمر وترتفع، وبعد كده ان شاء الله نعملوا شغلنا مع بعض. بصوا اللهم صل على النبي. بصوا العجينه عملت ازاي، شايفين؟ وفايره كمان من الجناب. خلاص ده دليل عن ان الاختمار بتاعها جميل وزي الفل وما فيهوش غلطه. بصوا اهو شلنا الاسترتش بتاعها. نيجي بقى ايه، ما نفضيش الهواء قوي يعني، ها كده نرمي بس الطراطيف صوابعنا كده. خلاص يلا نقرص بقى كده ايه، ناخد كده من الجناب. بص انا عملت هنا الصاجه بتاعتها الابيض، عملت له ايه الصاجه بتاعتها ابيض. اتفقنا؟ متفقين. يلا بقى نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده ايه رغيف ونعمله. بصوا هي ناعمه وجميله، بصوا مش محتاجه حاجه بس. بصوا المنظر. بصوا احنا خلصنا الابيض اهو، قرصناه وخلصناه. هنخليه كده على جنب وناخد ايه بقى الابيض الاسمر، العيش الاسمر. هنشيل حاجه الدقيق الابيض وكده، هنحط ايه الاسمر. بصوا بقى اهو خمر. بص ازاي وارتفع. يلا بينا بقى ايه نقرصوه كده مع بعض. حطيت الرده بتاعته، هنا كنت حاطه الدقيق الابيض، هنا حطيت الرده بتاعته. خلاص
نيجي نعمل ايه بقى؟ نقرص بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حتى ايه، مش ملوش عرق كمان. بس نعمل كده ونقرص اهو. على فكره ولا بيلزق ولا بيعمل حاجه. اهو بصوا ايدي نضيفه ازاي، يعني ما شاء الله عليه. اللهم صل على النبي. ادعوا لي بقى كده عليه يا جماعه، بقى دعوه حلوه كده ما شاء الله عليه. مش محتاج لا رده. بصوا دي الابيض كنا بنقرصه بالدقيق بتاعه ده. بصوا مش محتاج لا تدخلي عليه رده عشان مثلا ما يلزقش في ايدك. هو اصلا مش بيلزق، يعني عجينه ما شاء الله عليه. طلعت حلوه. طبعا سبق قلت لكم ان انا ايه عاملاها معاكم كتجربه، والحمد لله ربنا العالمين ربنا يتمها لنا على خير. هنشوف كمان الخبيث بتاعه شكله عامل ازاي. خلاص. بص احنا هنا عملنا اللحمه المفرومه. لحمه مفرومه عاديه خالص. بشرنا عليها بصلايه، قطعنا عليها طماطمايه، شويه البهارات بتوعك كده والميكس الحلو بتاعك دوت. ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي افتكاسات. خلاص. لحمه مفرومه، بصل مبشور، فلفل متقطع، شويه البهارات وشويه الملح بتوعك. عملتي لحمه مفرومه وسبناها على جنب. هنيجي هنا الصدوق. جبنا نص كيلو صدوق، قطعنا عليه طماطم، قطعنا عليه فلفل برضو، بهاريه كده شويه ملح، شويه فلفل اسمر، بهارات خفيفه كده وشويه كزبره، ونقلب كله مع بعضه ويتساب على جنب. نيجي بقى ايه نشوف العيش بتاعنا. بصوا المنظر. بصوا عمل ازاي، او رفع كده خالص. بصوا المنظر بقى عامل ازاي اهو، زي العسل. نبتدي بقى ايه نعمل فيه ونخبز بقى. عايزه اقول لكم معلومه. لو لقيتوا العجين كده مخمر بالطريقه دي ولازق معاكي، سكينه صغيره شويه دقيق كده وكده، وقطعي كده بالسكينه كده زي ما انا عملت كده. فاهماني؟ ورحت ايه اسحبه بقى كده. بصوا تيجي كده قطعتي بقى كده. رشه دقيق بسيطه كده ونفرد بيها بالعجله اللي عندك كده. رشه دقيق برضو بسيطه مش كتير. نفرد بقى. نحط بقى ايه اللحمه بتاعتنا. بصي بقى يا ست الكل، وعايزه تحطي اللحمه تحطي فوق منها موتزاريلا ماشي، تحطي فوق منها شيدر اوكي، عايزه طرنشات طماطم طرنشات بصل تحطيها اوكي، وتقفل الساندوتش بتاعك على كده زي الفل. مش حابه انت الكلام ده ومش عايزه انت مش بتحبي، احنا مثلا احنا عندنا مش بنحبوا الجبنات الكتير قوي في قلب الساندوتش بتاعنا، فاحنا بنعمل ايه بنستكفى باللحمه والطماطم والحبه الشكنات اللي احنا عاملينها جوه دي. ده كفايه كده علينا، احنا مش عايزين حاجه تانية. في ناس بقى بتحب ايه تزود شويه، فتحط بقى ايه موتزاريلا، تحط شيدر، تحط تركي كده. بنقفل بقى ايه الساندوتش بتاعنا كده اهو، زي ما بتعمليه عند الراجل بره وتعمليه عيش ابو لحمه اهو. بصوا المنظر بقى تحفه يا ولاد تحفه. لسه بقى ايه لما يستوى هتشوفوا المنظر عامل ازاي. نجيب تاني كده رشه دقيق. على فكره انا مش همنتج الكلام اللي انا بقوله ده، ولا حتى كل حاجه كده معاكم كده على الطبيعه احسن. بصوا العجين بيطلع في السكينه، فانا برضو ايه اعمل رشه هنا كده زي ما انا قلت لكم عشان العجين ما يطلعش في السكينه. رشه دقيق كده بسيطه كده في الجناب واحنا بنقطع. تمام. بس نعمل ايه بقى ده بالصدوق؟
عايزه ده بالصدق. اه. اوكي. نشيل بقى كده ده، ترفعي كده وتشدي كده وتخليكي شطوره. ها خبطت الكاميرا. معلش، حقكوا عليا. حقكوا عليا. يلا، مننا وعلينا يارا، دول متابعينا حبايبنا، اهالينا، اخواتنا كده يعني، هما مش غربه يارا. نقلب كده، اقلبي كده العجين كده وحركيه في ايدك، ما تخافيش من العجين. في ناس يا جماعه بتخاف من العجين، تلاقيه تبوظ منها، مش عارفه تتعامل معاها، تبقى سايله كده من ايدك. لا يا جماعه، لا لا لا، ده بيبقى ايه يعني، انتوا مش عارفين تتعاملوا مع العجينه. لكن لا، جمدي قلب كده وانت بتتعاملي وتعاملي مع العجين. بصي اعملي كده، بصي اهو بيلزق، مش مهم، اهو اعمل كده واعمل كده وافرد العجين كده اهو، مفيش اي مشكله. خلاص، نحط ايه؟ انت عايزه صدق؟ اه. اوكي، نحط شويه صدق برضو زي ما قلت لكم. برضو عايزين طرنشات بصل حطوا، طرنشات طماطم حطوا، كله شغال. عايزينه ساده كده اوكي برضو شغال، مش هيقول لا. احنا على فكره مخرطين عليه طماطم صغننه اهي. خلاص، حط كده، نفرد كده. سيب الفراغ ده فاضي، ما تملهوش ده، عشان احنا بنلزق عليه العيش كده بس زي الفل. الزقي بقى كده، وزي ما بتقفليه بره قفليه هنا اهو، زي ما بتعملي بره بالظبط اهو، كله كده. قفل ولا متقفلش اهو. يلا، بس هيتحط في الفرن ويطلع تشوفوا شكله عامل ازاي. بص احنا كده خلصنا الابيض. هاتي كده يا يارا اخر واحد في الابيض هنا. خلاص ده هيخش الفرن. بص انا عملت واحد اهوت، قلت عشان اجرب بس اشوف ايه هيعمل ايه معايا، هيدوخني إيه، هيبقى عايز تعجيل. لقيته الحمد لله بسم الله ما شاء الله زي الفل. هرش هنا رشه رده، مش هرش دي ابيض بقى خلاص كده، رشه رده. واجيب حبه رده كده وكده واقطع انا بالسكين بس كده. بص انا بعمل ايه، بسحبها كده من تحت اهي، طلعت ما شاء الله عليها زي الفل. هبطط، هتبططي بايه؟ بالرده اهو، بالعجله كده، ونعمل كده. نعمل ده كده ايه، شويه صدوق وهنا افردي كده الصدوق كده بحشواته بحاجته، ونتني بقى كده ده على ده. بصوا عاملين زي ايه، هو رايق اهو. بصوا يعني حاجه، بصوا حاجه يا ولاد جميله يا ولاد. الواحد لما بيجرب برضو حاجه ويلاقيها بتفلح معاه ما شاء الله بيبقى فرحان بيها بصراحه. انا اول مره اقسم بالله اجربه معاكم كده على الهوا، ما انا مش يعني ما اشتغلتش فيه لوحدي وحياة ربنا. انا اول مره دلوقتي اشتغل فيه معاكم انتوا اهو. بصوا اهو بيتشال اهو زي الفل اهو. بصوا خفيف صلاة العشاء. نعمل واحد تاني، نحط هنا شويه رده كده. بسم الله ما شاء الله، يعني تعرفي تشيليه وتعرفي تبططيه، يعني مش لخمه ولا بيلزق في ايدك ولا حاجه. بص اهو بيطلع اهو لوحده، شايفين اهو، ولا بيلزق ولا مش حوسه يعني ولا حاجه. ما شاء الله عليه، يعني تجربه ما شاء الله. شابوه يا ولاد، ليه يا ولاد شابوه. عايزه اقول لكم ان انا فرحانه قوي 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 عشان انا عملت حاجه زي كده حساها بقى. بس عقبال يا رب كده الخبيز ان شاء الله باذن الله، يعني يتمها كده عليا ربنا سبحانه وتعالى على خير، ويطلع خبيزه كمان عسل، وطعمه بقى برضو يعني عامل برضو. يبقى طبعا كده عايزه اطلع منه عيش، وعايزه اطلع كمان منه كمان عيش بلحمه.
فاهميني؟ نيجي بقى نحط هنا ايه شويه لحمه كده، حته لحمه، نفرد بقى كده الكلام ده. ناخد ندني ده كده اهو، اتني بقى كل كده كأنك شغاله بره بالظبط لما بتعملي عيش ابو لحمه في الفرن تحت. اتني كده التانية اللي انت متعوده عليها تحت بتعمليها دي اهي، وخفيف في الشيل ولا بيلزق ولا اي حاجه، زي الفل. تاكلوا يا رب كده ان شاء الله بالف هنا وصحه وعافيه. ادعوا لي بقى ان ربنا يتم عليا كده على خير. في الخبيز يعمل ايه وبعد السوا والطعم ادعوا لي بقى. بصوا احنا هنا خلصنا ايه، عملنا العيش ابو لحمه بالدقيق الابيض. بصوا هنا هاتي هنا يارا، عملنا العيش بصوا اللي هو العيش بالرده، عملته عيش بلحمه. بصوا استوى، شايفين المنظر اهو. بصوا ايه رايكم؟ زي العسل وزي السكر، زيكم كده يا سكرات. تعالوا بقى كده بصوا، هقطع كده بس غير قدام منكم. بصوا السوا ده بتاع الدقيق الابيض، بصوا المنظر ان شاء الله. اللهم صل على النبي، تبارك الله. تاكلون ان شاء الله باذن الله بالف هنا. ودوت بصوا ده، بصوا المنظر، بصوا شايفين الجمال، بصوا الجمال. اللهم صل على النبي، الله اكبر، تبارك الله. صحه والف عافيه على كل اللي ياكل. اوريكم بقى ايه العيش ابو رده عامل ازاي، ان انا قلت لكم ان انا عاملاه معاكم يعني على الهوا، ما خبيتش عليكم حاجه، وانا كمان مش عارفه هيبقى فالح معايا ولا لا. بس اللهم صل على النبي، الله اكبر، ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا المنظر، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. بصوا الدخان، هو لسه طبعا سخن، لسه طالع من الفرن. الف هنا والف شفا. بصوا بقى الناس اللي هي مش عايزه تعمل بالدقيق الابيض مثلا، ربنا يشفيها ويعافيها، مثلا عندها سكر، عندها حاجه، ممكن تعمل بتاع ده يا ولاد قولوا معايا، بالعيش تعمله بالرده، تعمله بالرده. ممكن تعمليه في البيت، طبعا ده معمول في البيت، انت حتى لو هتعمليه في الشارع بس مش هيبقى ايه بنفس الطريقه. خلاص لو هتعمليه في الفرن يعني اللي تحت مش هيبقى معاكي بنفس الطريقه. فانت بتجيبي كيلو دقيق عليه نص كيلو رده، يطلع معاكي بنفس الطريقه دي. انا على فكره انا كمان خبزت منه عيش، عملت منه عيش، بس والله العظيم لسه في الفرن ما طلعش. خلاص الف هنا والف شفا على بدنكم. تاكلوه ان شاء الله باذن الله بالف صحه والف عافيه. حطيت جنب منه زيتون مملح، انا عاملاه برده في البيت، والبتنجان اللي احنا كنا سابق قبل كده وملحناه مع بعض، فاكرينه اهو. بصوا عامل ازاي، بص القلب احمر ازاي. بالف هنا والف شفا يا رب. تاكلوه ان شاء الله باذن الله بالف صحه والف عافيه ان شاء الله باذن الله. عايزه بقى اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه، اوعوا تنسوني في اللايك. عايزه لايك وشير وسبسكرايب للقناه مع ساره ويارا في المطبخ. ان شاء الله باذن الله. اسيبكم بامر الله في رعايه الله، ودمتم بصحه وعافيه.